السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخ ريم. فيديو النهاردة من الفيديوهات الجميلة جدا، هنعمل فيه اكلة من احلى والذ الاكلات اللي بنعملها في فصل الشتاء، وكمان هي بتنفع في الصيف بس بتدفي كده وبتدي باور في الشتاء وبتبقى في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض مسقعة المطاعم، ترند كده جميل جدا بتركات واسرار هتخلي طبق المسقعة في حتة تانية خالص. هنعمله كده مع بعض بكل تركاته واسراره وازاي تظبط معاكي جدا، وتاخدي كل يعني ايه تفصيلة كده في الفيديو عشان تطلع معاكي في منتهى الجمال. يلا نشوف الفيديو ونقول المقادير وكمان طريقة تحضيرها في منتهى السهولة عشان نعمل طبق المسقعة بتاع المطاعم. واحلى كمان محتاجين المقادير البسيطة دي. عندي هنا اول حاجة الكميات طبعا بتاعتك، انت عايزة تزوديها او تقلليها براحتك قوي. عندي هنا بطاطساية واحدة مقشراها ومخرطاها مكعبات او مقطعاها مكعبات، تمام، ومحمراها بالشكل ده، تمام. بطاطس متقشرة ومتحمرة مكعبات، تمام. وكمان عندي فلفل اخضر حراق، لو عايزة تحطي رومي براحتك قوي. عندي كمان بدنجانية واحدة او مثلا 3 4 بدنجانات كده طويلة وتقطعيها مكعب دواير صغيرة وتحمريها. عايزة بدنجان من اللي هو الكوبي تمام او الرومي تمام، عايزة من الصغير يمشي جدا، المتوفر ده او ده براحتك قوي، تمام. عندي بطاطس بدنجان فلفل متحمر كله. نيجي بقى للتتبيلة والتسبيكة الحلوة بتاعتنا. هحتاج لتسبيكة الطماطم او لصلصة الطماطم 6 حاجات بس. اول حاجة معايا 4 معالق كبار زيت، حوالي 5 فصوص توم مهروسين او دقاهم كده بالهون او بالكبة، تمام، المهم يبقى ناعم. وعندي كمان طبق كده من الطماطم، حوالي طماطميتين كده كبار مكعبات زي السلطة، تمام. والحاجة الأساسية معايا وهي عصير الطماطم، طماطم حمرا تكون اللي هي بتاعة الطبيخ أو التسبيكة، حوالي 3 4 طماطمات كده ضربهم في الخلاط أو الكب عندي وبكوباية مية، تمام. عايزة القوام يبقى زي ده. حابة تصفيه بالمصفى مفيش مشكلة، بس أنا هنا مش مصفيه. عندي معلقتين صلصة طماطم، وكمان رشة ملح صغيرة، الملح طبعا بتاعك انتي. هنبتدي ناخد الكلام الحلو ده ونبتدي نشتغل فيه كده على البوتاجاز ونعمل صلصة الطماطم او تسبيكة الطماطم بتاعة المسقعة، هتطلع في منتهى الجمال. فيلا بينا نشوف خطواته ازاي، بس ما تنسيش طبعا اللايك الحلو وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحلة بتاعتي على النار بالشكل ده، هبتدي ان انا انزل بالزيت بتاعي، وهسيبه بس يدفى او يسخن حاجة بسيطة. وهنزل بعد كده بالثوم اللي هو المهروس او اللي دقينه في الهون، مش عايزة الطماية بتاعتي تتحرق في الزيت، عايزاها تدي لون بني اشقر اللي هو الايه الذهبي، تمام. وهنزل بعد كده بالطماطم. نزلت بعد التومة بطماطماية كبيرة مقطعاها مكعبات
وعليها كمان الصلصة الحمراء، حوالي معلقتين من الصلصة كبار، وهندي رشة كمون ورشة ملح وتقليبة بسيطة. تمام، حطينا زي ما قلتلك الثوم عليه الطماطم عليه الصلصة عليه ملح وكمون، وهندي تقليبة حلوة للكلام ده كله، وموطية النار شوية. هبتدي اعلي النار شوية شوية، يعني خليها متوسطة كده، وهنزل بعصير الطماطم، وهندي تقليبة جميلة للكلام الحلو ده. ونقلب تاني. والطماطم بتاعتي على النار سايباها تتسبك بالطريقة ديت. بعد ما حطيت عصير الطماطم، هخلي النار متوسطة وهسيبها حوالي 10 دقايق تتسبك كده وتتقل حبة، عشان انزل بعد كده بالخضروات المقلية بتاعتي ونشوف الطبق عامل ازاي. بس طبعا في تركاية مهمة، لو احتجتي مثلا كوباية مية ممكن تضيفي، ففي الخطوة ديت عينيكي هي اللي بتشوف. لو الوصفة عايزة مثلا كوباية مية زيادة، كوباية ونص، فهنشوف كده وايه ونظبطها مع بعض. تمام، ده شكلها بدأت تغلي وتدخل في الايه في التسوية معايا. تمام، عايزة تحط لها مثلا بابريكا، بتطعم اللون شوية وبتعزز اللون معاكي. بس طبعا لو حابة تحطي شطة كمان مفيش مشكلة، بس عندي الفلفل الحراق طبعا، يعني ايه حراق بالزيادة، فكفاية شطة. تمام، هسيبها طبعا 10 دقايق زي ما قلتلك على نار متوسطة، ونرجع كمان شوية نشوفها، فاستنيني. تقليبة بس ايه سريعة خفيفة كده، تتأكدي ان كل المكونات امتزجت مع بعض وبقت حلوة كده. هسيبها شوية ونرجع تاني. الطماطم بتاعتي القوام بتاعها انا شايفاه مظبوط جدا. لو طبعا عايزة تخفيها عن كده ممكن تضيفي كوباية مية. لو عايزة تخليها تقيلة زي ما هي، بتدي للوصفة قوام ولون وطعم مفيش احسن من كده. تعالي بعد كده نضيف الخضروات ونشوف كده هتبقى عاملة ازاي. تمام، والبدنجان والبطاطس والفلفل بتاعي الكميات طبعا زي ما تحبي، لو عايزة تزودي حاجة او تنقصي حاجة مفيش مشكلة. تمام، هسيبهم بس يغلي غلوة بسيطة، تقلب بس مرة واحدة بس، وهنقفل النار عليها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ في منتهى الجمال.
مش هغيب النار كتير عليها عشان مش عايزاها تتهرى معايا، عايزة قوام الخضروات تبقى زي ما هو كده صحيح كده وفريش، والقوام بتاعه يبقى عايزة قوام الخضروات بتاعي ما يتهراش خالص معايا، عايزاها تبقى متماسكة وجميلة كده وفريش ومصحصح. تمام، هسيبها بس حوالي دقيقتين 3 تقلب قلبة كمان ونطفي عليها النار كده ونقدمها. شايفين الطعم واللون والريحة عامل ازاي؟ في منتهى الجمال، وما خدتش معانا ثواني واحنا بنحضرها. وكميات الخضار طبعا بتاعتك، عايزة تزوديها او تقلليها او تبدلي حاجة مكان حاجة مفيش مشكلة. ولو عايزين تشيلي البطاطس خالص بتبقى ليها طعم تاني اوي. ممكن تحطي البدنجان والفلفل بس، او بدنجان وبطاطس بس، او تبدلي حاجة وتشيلي حاجة، دي في ايديكي قوي. تمام، هسيبها بس دقيقة واحدة ونقفل ونقدم. وطفيت النار على المسقعة بتاعتي، وشايفين الصينية عاملة ازاي، بتتكلم عن نفسها، لذيذة قوي واكلة اقتصادية قوي وحرشة وتفتح النفس كده، والوانها جميلة جدا. تعالي مع بعض نقدمها ونشوفها. احلى طبق مسقعة ممكن تاكليه في حياتك، عملناه بمنتهى السهولة بكل تركاته واسراره، وازاي بيطلع بنفس الطعم واللون والريحة بتاعة المطعم. وشوفنا ازاي كل التفاصيل في الفيديو. تابعي كده الفيديو من الاول وشوفي الخطوات عاملة ازاي في منتهى البساطة عشان يطلع معاكي بنفس الجمال ده. ما تنسيش طبعا لايك حلو للفيديو وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة اللي بتنزل يوميا من مطبخ ريما. واستنيني في فيديوهات احلى واحلى من مطبخ ريما. سلام.